مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. رئيس جمهورية كينيا ويليام روتو يزور البلاد. دعوة لتضافر الجهود للدفع بالتعليم في إقليم عنسبة. أنشطة نفير في مدرسة حقات الزراعية. السعودية والصين توقعان اتفاقية شراكة شاملة. الاتحاد الأوروبي يعلن ضم كرواتيا لمنطقة شنغن ويرفض طلبي بلغاريا ورومانيا. النواب الأمريكي يقر ميزانية دفاع قياسية ومساعدة عسكرية ضخمة لتايوان. السلام عليكم ورحمة الله. وصل أسمرة في الساعة 5 من مساء اليوم رئيس جمهورية كينيا ويليام روتو في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومان تلبية لدعوة الرئيس إسياس أفورقي. وكان في استقباله لدى وصوله مطار أسمرة الدولي الرئيس إسياس أفورقي بمراسم الشرف الرسمية. يرافق الرئيس الكيني في زيارته للبلاد سكرتير مجلس الوزراء للشؤون الدفاعية عدن باري دوالة ونائب قائد هيئة الأركان جوفات كولي ناكو ومسؤولين وأعضاء برلمان. هو حضر مراسم الاستقبال الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة وسفير إريتريا في كينيا السيد بيان الرسوم. وبحث الرئيسان إسياس أفورقي وويليام روتو في لقائهما الأول العلاقات الثنائية والدفع بالشراكة الإقليمية. كما أقام الرئيس إسياس أفورقي مأدبة عشاء على شرف الرئيس الكيني ويليام روتو والوفد المرافق لفخامته. يذكر أن الرئيس ويليام روتو قد انتخب رئيسا لكينيا في انتخابات جرت في شهر أغسطس عام 2022 ليكون الرئيس الخامس لكينيا. دعا مكتب التعليم في إقليم عنسبة في الاجتماع الذي عقده في 4 من ديسمبر لتنسيق الجهود لتحقيق الكفاءة التعليمية. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ كفلاي عند ميكائيل انتشار جيد للمؤسسات التعليمية في الإقليم، مشيرا إلى وجود 332 مدرسة تستقبل أكثر من 93 ألف طالب من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وذكر الجهود الجارية لتوسيع الخدمات التعليمية والارتقاء بها، موضحا بأن برنامج محو الأمية يعمل به في المديريات باستثناء كرن وعلى برعد، والدفع ببرنامج عريوت التعليمي للأطفال المتخلفين عن الدراسة. وطالب الاجتماع إدخال المكتبات والمعامل في المدارس التي ارتقت من المرحلة المتوسطة إلى الثانوية. ودعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم عنسبة السيد تصفاص إنجرماي وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد هيلة ولد برهان المعلمين لتعزيز دورهم لجودة وكفاءة التعليم. يقوم الطلاب وعمال المؤسسات الحكومية بأنشطة نفير في مدرسة حقات الزراعية الفنية. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ يوناس إيوب أن النفير شمل الحصاد وجمع القصب والحشائش ورعاية الأشجار والتشجير. وأشاد المدير التنفيذي في إدارة مديرية حقات السيد تخلع مانوت مسائل بتنظيم النفير التنموي، معربا عن ثقته لمواصلته. في غضون ذلك يقوم سكان 15 ضاحية في مديرية حقات بنفير منذ شهر يوليو الماضي لبناء المدرجات والحواجز المائية وصيانة الطرق. تلقت 15 امرأة في مدينة دك أمحارة دورة تدريبية في الغزل والنسيج. وأوضحت صاحبة مؤسسة ولدة النهي للغزل سيدة إرقاء ألم قبر مسقل التي قدمت التدريب في مراسم التخريج في 6 من ديسمبر إن التدريب يأتي في إطار رفع قدرات المرأة عامة والمرأة الراعية على وجه الخصوص، مشيدة بالدعم المقدم لها من الاتحاد الوطني للمرأة والمؤسسات الحكومية والأفراد. من جانبها أوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية دك أمحارة السيدة نقستي أبرهة إن مهن الغزل تضمن دخلا مستداما، داعية المشاركات لتطوير المعرفة المكتسبة بالعمل.
طالب سكان ضاحية بويا بمديرية كلاعلو لصيانة مشروع المياه الذي يعمل بالطاقة الشمسية لتأثير العطل الذي أصابه على حياتهم اليومية. وأوضح السكان عن الارتياح لخدمات المياه والصحة والتعليم والاتصالات وغيرها التي أرسيت في ضاحيتهم، غير أن العطل الذي أصاب نقاط التوزيع جعلهم يجلبون المياه غير الصالحة من أماكن بعيدة. هذا ويقطن ضاحية بويا أكثر من 1850 نسمة في 4 قرى يزاولون الرعي والتجارة. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. وقع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس الصيني شي جين بينغ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، بينما أكد شي أن زيارته إلى المملكة ستفتح عصرا جديدا للعلاقات بين الصين والعالم العربي ودول الخليج والسعودية. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد استقبل في قصر اليمامة في الرياض رئيس الصين وأجريت له مراسم استقبال رسمية. وقال الرئيس الصيني أن زيارته إلى المملكة ستفتح عصرا جديدا للعلاقات بين الصين والعالم العربي ودول الخليج والسعودية. وشدد الرئيس الصيني على أن بلاده ستعمل مع الجانب الخليجي على بناء نمط جديد ومتزايد الأبعاد لتعاونهما في مجال الطاقة، مشددا على أن الصين ستغتنم فرصة إقامة وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين ومجلس التعاون الخليجي لترسيخ الصداقة التاريخية وتعميق الثقة المتبادلة مع دول المجلس. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الشركات الصينية والسعودية وقعت 34 اتفاقية استثمارية في الطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية والنقل والبناء وقطاعات أخرى. وافقت دول الاتحاد الأوروبي على انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن لحرية التنقل في يناير المقبل، في المقابل أعلنت رفضها انضمام كل من رومانيا وبلغاريا. وكتبت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي على تويتر: تمنى المجلس قراره، تأكد رسميا أن كرواتيا ستنضم إلى منطقة شنغن اعتبارا من الأول من يناير 2023. مع هذا الضوء الأخضر الصادر بالإجماع عن وزراء الداخلية المجتمعين في بروكسل، أصبحت كرواتيا العضو 27 في هذه المنطقة الشاسعة التي يمكن لأكثر من 400 مليون شخص التنقل فيها بحرية من دون قيود داخلية عند الحدود. من ناحية أخرى، ما زال يتعين على رومانيا وبلغاريا الانتظار، فقد اعترضت النمسا على ترشيحهما، فيما اعترضت هولندا على بلغاريا، ما أشاع شعورا ببعض المرارة في القاعة وفق ما قال مصدر دبلوماسي. في إطار سعيها لتعزيز استراتيجياتها الدفاعية، ستتعاون اليابان مع المملكة المتحدة وإيطاليا لتطوير مقاتلة من الجيل الجديد بحلول عام 2035. وقالت حكومات الدول الثلاث في بيان إن طوكيو ولندن وروما ستبذل جهدا طموحا لتطوير مقاتلة من الجيل الجديد في إطار برنامج القتال الجوي العالمي. ويمثل هذا التعاون الهادف إلى الاستفادة من الأبحاث التي بدأها بالفعل الشركاء الثلاثة في تقنيات القتال الجوي المتقدمة، مثل الطائرات بلا طيار، أول شراكة لليابان مع دول أوروبية لتصميم طائرة مقاتلة. ولم يتم الانتهاء بعد من التفاصيل المتعلقة بكلفة المشروع، وفقا لمسؤول في وزارة الدفاع اليابانية قال إن الإنتاج يجب أن يبدأ في العام 2030 أو 2031 من أجل نشر نموذج مبدئي بحلول العام 2035. وستكون شركات ميتسوبيشي للصناعات اليابانية وبي سيمنز البريطانية وليوناردو الإيطالية في صلب هذا المشروع، وفقا لصحيفة نيكاي الاقتصادية اليابانية اليومية.
وضعت السلطات المحلية العاصمة البرتغالية لشبونة في حالة تأهب قصوى، وحثت الناس على البقاء في منازلهم، حيث قتلت الأمطار الغزيرة شخصا واحدا على الأقل، وجرفت السيارات وغمرت العديد من المباني والأنفاق. وأبلغت هيئة الحماية المدنية عن وقوع أكثر من 400 حادثة من الشوارع التي غمرتها المياه ومحطات القطارات وكذلك المستشفيات. واضطرت السلطات إلى إغلاق الطرق والأنفاق، وتمكن رجال الإطفاء من إخراج سيارات عالقة. ختاما سيداتي وسادتي، أعود فأذكر بالعناوين. رئيس جمهورية كينيا ويليام روتو يزور البلاد. دعوة لتضافر الجهود للدفع بالتعليم في إقليم عنسبة. أنشطة نفير في مدرسة حقات الزراعية الفنية. السعودية والصين توقعان اتفاقية شراكة شاملة. الاتحاد الأوروبي يعلن ضم كرواتيا لمنطقة شنغن ويرفض طلبي بلغاريا ورومانيا. النواب الأمريكي يقر ميزانية دفاع قياسية ومساعدة عسكرية ضخمة لتايوان. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.